أهلاً بيكم في Immune Tips، المكان اللي بنتكلم فيه عن جهاز المناعة لما يقرر يحارب الغلط. النهاردة هنتكلم عن هاشيموتو، اسم غريب شوية لكن تأثيره واضح جداً على الجسم. في الحالة دي المناعة بتتلخبط وتهاجم الغدة الدرقية بدل ما تحميها، وده يحايل الهرمون يقل، فالجسم يبدأ يبطأ في كل حاجة: تعب، كسل، زيادة وزن، وبرود في الإحساس والطاقة. لو شكيتي إن عندك أعراض شبه دي، الدكتور ممكن يطلب تحليل اسمه TPO antibodies، وده بيكشف إذا كانت المناعة فعلاً بتهاجم الغدة ولا لأ. والعلاج بسيط جداً: بيل. الطبيب بيوصف هرمون بديل يعوض النقص، ومع المتابعة المنتظمة الجسم بيرجع يتوازن. بس كمان الأكل له دور مهم جداً: دينر. حاولي تركزي على أطعمة غنية بالزنك والسيلينيوم، زي المكسرات، البيض، الأسماك والحبوب الكاملة، لأنها بتدعم الغدة والمناعة مع بعض. وافتكري كمان النوم الكفاية، تقليل التوتر، والمشي الخفيف، كل ده يساعد العلاج يشتغل أحسن. هاشيموتو مش نهاية، بالعكس، اكتشافه بدري يغير حياتك للأفضل. وده كان بودكاست إيميون تيبس. دايما فاكرين، المناعة وجدت عشان تحميك مش تأذيك.